ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. السمك بقى لا تقليه ولا تشويه، اعمليه صينية بجد خطير. حاجة كده وهم. حلوة قوي قوي. طريقة مبسطة وجميلة جدا. الطعم في الاخر ولا اروع من كده. بجد حاجة كده خيال يعني. جربيه بطريقتي دي، ما انتش هتعملي الا بالطريقة دي. الطعم ولا اروع من كده. الريحة بجد كانت مالية البيت. شايفين الصوص الخطير ده؟ بجد حاجة كده رائعة. والسمك بجد جميل جدا جدا. اعمليه، تقدري تعمليه في عزومات ان شاء الله رمضان، او كنوع من انواع التغيير كده على الغدا. بجد حلو قوي. تابعوني. اول حاجة نجيب البولة كده بتاعتنا عشان نحط ايه؟ التتبيلة بتاعت السمك. اول حاجة ده ملح وفلفل السبع بهارات. كزبرة ناشفة. شطة وبابريكا وكركم. وانا هحط البهارات والمقادير كلها في صندوق الوصف. دول 5 فصوص توم كده هنبشرهم. تمام. ولو عجبك الفيديو ياريت لايك واشتراك في القناة عشان القناة تكبر بيكم ويوصل لكم كل جديد ان شاء الله. تمام. ونوع السمك ده سمك شبار عادي خالص. حجمه مش كبير، لا هو حجمه وسط كده. عشان يبقى حلو كده وطعمه حلو في الصينية. تمام. فرمنا كل التوم. دي بقى عصرة ليمونتين، نعصر ليمونتين كده كاملين. التتبيلة دي حلوة جدا جدا للسمك. انا بتبله كده عشان يبقى ايه؟ طعمه حلو كده جوه الصينية ويبقى جميل. هنقلب بقى التتبيلة كده. الكركم زي ما انتم شايفين كده بيدي لون اصفر كده جميل قوي. هنتبل بقى السمك كله بالتتبيله كويس جدا جدا من جوه كده ومن بره. هنغرقه كده من التتبيله دي. البهارات اللي انا حطاها في السمك دي بجد كانت ريحتها رائعه. انا هحطها لكم كلها في صندوق الوصف. هنتبلهم كلهم كويس جدا جدا بالتتبيله. جربوا الطريقه دي، انا متاكده ان شاء الله ان هي هتعجبكم. حلو جدا. تبلت كله كده زي ما انتوا شايفين. هنسيبه بقى ايه كده على جنب. ونكمل بقية الخطوات. هنا بقى ده دقيق كده. حطيت السمك في الدقيق كده زي ما انتوا شايفين. هنعمل كل السمك بالطريقة دي. دي بقى الصينية اللي انا هعمل فيها الصينية السمك. دي الصينية هقلي فيها كده ايه؟ السمك انا مش هقليه، مش هقليه قلي كامل، لا. انا يعتبر بس بديله لون بس كده على النار. يعني يعتبر السمك هيبقى نص سوا. اديله بس كده تشميعة كده على النار كده، حاجة كده سريعة. والطريقة دي بتخلي السمك في الصينية في الاخر بيبقى بجد طعمه رهيب يعني حلو قوي قوي. التركة اللي انا عملتها دي بتخلي في السمك في الاخر طعمه حلو جدا جدا. زي ما انتم شايفين كده اخد لون بس. هشيله بقى ايه على طول. اخد لون بس كده من الجنبين وهقوم شايلاه على طول. انا ما قليتوش ولا حاجه، لا. ياخد لون بس وخلاص. انا هعمل كل الكميه بالشكل ده. وزي ما انتم شايفين انا مش حاطه زيت كتير ولا حاجه، لا يعني حبه زيت كده مش كتير خالص. هنعملهم كلهم بالشكل ده وده منظره النهائي. زي ما انتم شايفين هو نص سوا يدوب بس اخد ايه لون. دي بقى التتبيله اللي انا هعمل فيها الصلصه. هنا بصلاية، فلفلاية حمراء وفلفلاية خضراء و4 فصوص توم. هنضربهم كويس جدا في الكبة. تمام. بس انا ضفت عليها بقى ايه البهارات؟ ايه؟ ملح. ملح وفلفل وكزبرة وكمون بس كده. ملح وفلفل وكزبرة وكمون. هنضربهم كلهم بقى ايه في الكبة كده مع البهارات الجميلة دي.
ما انا حطيت ملح وفلفل وكزبرة وكمون. تمام، ضربناهم كويس قوي في نفس الطاسة، في نفس الصينية اللي حمرت فيها السمك، حتى في نفس الزيت. انا بس كده خدت الزيت صفيته بس من الشوائب اللي كانت فيه وجبته تاني. تمام، هنشوح بقى البصل والفلفل والثوم دول كده لحد ما يتبلوا شوية ويغير لونهم كده شوية. الخلطة دي في التسبيكة بتاعة الطماطم بجد بتبقى روعة. ده بقدونس وكزبرة كانوا عندي متفرزين كده، بيدي برضو طبعا ريحة كده حلوة جدا. هنقلبهم بقى ايه كده كلهم كده مع بعض. الخلطة دي بجد كان ريحتها تجنن، حلوة قوي قوي قوي. حلوة قوي. انا عايزة يبقى لونهم كده ايه يعني يغمق شوية. وبعدين هنضيف بقى عصير الطماطم زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا مش هحط اي بهارات لان ايه انا حطيت التوابل كلها مع البصل والفلفل في الكبة وهما بيتضربوا. تمام تمام، يعني هي مش محتاجة اي بهارات خالص. وطبعا السمك احنا تبلناه كويس جدا جدا في الاول. خلاص كده ايه اتسبكت شوية. تمام، هنضيف بقى السمك زي ما انتوا شايفين كده غلوتين بس على النار، وبعدين هدخله الفرن على طول. يعني ما تصبريش عليه كتير على النار، لا هي غلوتين بالظبط كده مع الصلصة دي. وهدخله على طول الفرن تحت الشواية، يقعد ربع ساعة كده تحت الشواية. تمام، غلوتين بس على النار، ما تزوديش عن كده عشان السمك ما يتهريش منه. احط بس كده من ايه من الصلصة دي كده على السمك بتاعنا. انا ضفت شوية كده كزبرة على الوش، تدي طبعا طعم جميل قوي. رشة كزبرة ناشفة كده على السمك من فوق. تمام، خلاص طفيت عليه دخلته تحت الشواية، قعد ربع ساعة كده، طلع بالمنظر الروعة ده. بجد انا مش عايزة اقولك على الريحة، كانت بجد مغرقة البيت. الريحة كانت جميلة قوي قوي قوي، وشكله حلو جدا زي ما انتوا شايفين كده، واخد لون جميل جدا تحت الشواية. والسمك ما اتهراش وما حصلوش اي حاجة، وزي ما هو محتفظ بشكله جميل قوي. والصوص ده لوحده كفاية، الصوص ده بجد خطير يا جماعة، جربوه. جربوها بالطريقة دي وان شاء الله انا متأكدة ان هي هتعجبكم، هتعجب اي حد هيدوقها ان شاء الله. شايفين الجمال والحلاوة، شايفين اللون، ولون الصلصة جميل قوي قوي قوي. جربوها بالطريقة دي وإن شاء الله هتعجبكم، وأشوفكم إن شاء الله على كل خير. ولو أعجبكم الفيديو ياريت لايك، ومع السلامة.